يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات بتعدي علينا بنفتكرها عادية، بس الحقيقة إنها بتخبي وراها واقع غريب لأبعد حدود. هنبدأ بلعبة بلاستيك بسيطة، لكنها في الحقيقة اختبار في مستشفيات كبيرة، لحد ما نوصل لأغرب كشف عسكري ممكن تشوفه في حياتك. ومش بس كده، هوريك ناس باعت شكلها واشترت ملامح كائنات فضائية، وفي الآخر هنغوص بيك في حوض سمك، بس مش للصيد، ده عشان يدلعوا رجلك ويشيلوا التعب. ركز في كل دقيقة، عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيخليك تعيد تفكيرك. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب اختبار أنت ممكن تشوفه في أي مستشفى. والاختبار اللي معانا النهاردة يا سيدي بيعملوه للناس اللي عندها مشاكل في الرئة علشان يشوفوا قوة التنفس بتاعهم. يعني هتمسك اللعبة دي وهتنفخ فيها علشان يشوفوا النفس بتاعك قوته قد إيه. والمعلومة هنا إن الجهاز اللي أنت شايفه ده اسمه العلمي سبايروميتر، والعملية دي بيسموها انسنتيف سبايروميتر. الموضوع مش مجرد لعب بالكور، ده تمرين مقدس عند الدكاترة عشان يفتحوا مسام الرئة ويمنعوا تجمع السوائل اللي ممكن تعمل التهابات خطيرة، خصوصاً بعد العمليات. يعني اللعبة البسيطة دي هي اللي بتضمن إن الرئة ترجع تتنفس بكامل طاقتها من تاني من غير أي مضاعفات. ومن جوه المستشفيات تعالوا نطير للهند ونشوف أغرب كشف عسكري. تعال بقى هوريك أغرب اختبارات الجيش اللي موجودة في العالم واللي بيعملوها في الهند. ولا رياضة ولا تمارين، دول بيعملوا اختبارات بدائية جدا لدرجة إنهم بيكشفوا عليهم بإيديهم. أيوة يا سيدي، وكمان الطول بيتاخد عن طريق عصاية. واللي هيصدمك إن الهند بتعتمد الطريقة دي بسبب الأعداد المهولة اللي بتقدم في الجيش كل سنة، فبيضطروا يستخدموا أساليب الفرز السريعة دي عشان يخلصوا آلاف المتقدمين في وقت قياسي. وبالنسبة لهم العصاية دي أدق وأسرع من أي جهاز ديجيتال ممكن يعطل وسط الزحمة دي. يعني البدائية هنا مقصودة عشان ينجزوا المهمة ويطلعوا منها بأفضل العناصر بأقل إمكانيات. سيبك بقى من جيش الهند وتعال نشوف علاج السمك. لو انت بقى من الناس اللي بتشتكي من وجع رجليها، فتعال اوريك النهارده الحل السحري اللي هيخليك ما تحسش بأي حاجة. ايوه يا سيدي، العلاج اللي معانا النهارده علاج طبيعي 100%، وهو السمك. واللي هيجننك ان السمك ده يا سيدي فصيلة معينة اسمها جارا روفا، او زي ما مشهور عالميا بالسمك الطبيب. والسر كله انه مش بس بياكل الجلد الميت ده، وهو بيفرز انزيم اسمه ديثرانول بيساعد على تجديد خلايا الجلد وتنشيط الدورة الدموية في الرجل. يعني منها علاج طبيعي ومنها تقشير وتنعيم، وبيرجع رجلك حرفيا زي الحرير من غير اي كيماويات. سيبك بقى من علاج السمك وتعال نشوف رعب عمليات التجميل. تعال بقى أوريك العمليات اللي هنتكلم عنها كتير، واللي فيها بنوعي الناس إن هي تاخد بالها من أطفالها، علشان العمليات دي انتشرت بشكل واسع جدا، لو كان في الوطن العربي أو كمان في دول أوروبا. الناس بتحول نفسها وكأنها كائن فضائي، واللي بيحصل ده معروف عالميا ببادي موديفيكيشن. والموضوع مش مجرد خرم في الودن، ده واصل لتركيب قرون تحت جلد القورة، أو حتى قص اللسان نصين عشان يبقى زي التعبان. والناس دي بتدفع دم قلبها في عمليات جراحية صعبة ومرعبة بس عشان يبانوا مختلفين. والمشكلة إن الحاجات دي بتعمل تشوهات ما بتتصلحش بعد كده، ومع ذلك الهوس ده بقى موضة وليها ناسها اللي بيقلدوا بعض في كل حتة. سيبك بقى من رعب التجميل وتعال نشوف المواشي في أوروبا. لو انت بقى فاكر ان تربية المواشي في أوروبا معناها لحوم وألبان، فحب أقولك انك غلطان. الموضوع هناك مختلف. بيعملوا مزارع للخرفان وبياخدوا كل حاجة منهم، لو كان ألبان أو حتى الفرو زي ما انتوا شايفين. والسر هنا يا سيدي في سلالات معينة زي خرفان الميرينو. الفرو بتاعها ده بيعتبر ذهب أبيض، لدرجة إن الشعرة الواحدة منه أرفع من شعرة بني آدم بكتير. وده اللي بيخلي الهدوم اللي بتتعمل منه خفيفة جدا، بس بتدفي في عز التلج. وعشان كده الماركات العالمية بتتهافت عليه، وبيدخل في صناعة أرقى البدلات والفساتين اللي بتشوفها في عروض الأزياء العالمية. سيبك بقى من تربية المواشي وتعال نشوف أغرب لعبة رياضية. تعال بقى أوريك ألعاب التحدي اللي ليها مسابقات دلوقتي، وكمان ليها منظمات دولية. واللعبة اللي قدامك دي بيسموها بشد السوستة. أيوة يا سيدي، أو شد السلسلة. اللعبة دي كل اللي عليك إن أنت هتشد السلسلة وتغلب اللي قدامك. واللعبة دي يا سيدي معروفة رياضيا باسم arm lifting أو رفعة الدوران. واللعبة دي بتعتمد في الأساس على قوة قبضة الإيد والأعصاب، والإيد اللي بيشدوا منها دي بتلف عشان تصعب الموضوع أكتر. يعني مش أي حد عامل فورمة يقدر يغلب فيها، دي محتاجة أعصاب حديد وقبضة ماسكة في الأرض. تعال بقى أوريك أغرب تقاليد الجواز اللي موجودة في أوروبا، وتحديداً بيعملها اليهود. أيوة يا سيدي، التقاليد اللي معانا النهاردة غريبة جدا ولازم تتعمل يوم الفرح. العريس بينزل على رجله وبيسحب أستك بيكون في رجل العروسة،
والمعلومة بقى يا سيدي إن الحركة دي بيسموها رمي الرباط أو الجارتر توس، ودي عادة قديمة جدا كانت الناس بتعتقد زمان إنها بتجيب الحظ لأي حد ياخد قطعة من لبس العروسة، فبدل ما يقطعوا الفستان بقوا يعملوا موضوع الأستك ده ويرموه للعزاب اللي في الفرح، واللي بيمسكوا بيقولوا إن هو اللي عليه الدور في الجواز. ومن الأفراح الغريبة تعالوا نشوف مع بعض أغرب علاج في العالم. لو انت بقى من الناس اللي بتشتكي من البرد على طول، فتعالى اوريك النهارده اغرب طريقة علاج موجودة في العالم، واللي بيوسع لك بيها الجيوب الأنفية في أقل وقت ممكن، ولا هتاخد دواء ولا هتاخد حقن. العلاج اللي معانا النهارده بيعملوه عن طريق بالونة، وعشان تبقى فاهم السر فين، الطريقة دي فعلا معتمدة واسمها العلمي بالون ساينوبلاستي، والدكاترة بيرشحوها للحالات اللي مش بتستجيب للأدوية، لأنها بتفتح ممرات الهواء المسدودة من غير وجع العمليات، والنتيجة بتبان في ثواني، والشخص بيحس إنه رجع يتنفس من جديد. والأهم إنها بتغنيك تماماً عن فكرة العمليات وتعب البنج وفترة النقاهة الطويلة. سيبك بقى من العلاج وتعال نشوف كنوز الأرض اللي مدفونة تحت رجلينا. لو انت بقى فاكر انك شفت كل حاجة غريبة، فتعالى اوريك طقوس تايلاند العجيبة اللي فيها بيطلعوا الميت من تحت الارض ويعملوا له جنازة من اول وجديد. ايوه يا سيدي زي ما بقولك كده. واللي هيجننك هنا ان ده طقس هناك بيسموه لانج باتشا او تنظيف قبور الموتى. فيه الناس بيطلعوا عظم الناس اللي ملهمش قرايب وينظفوه ويرصوه بالشكل ده عشان يعملوا لهم جنازة رسمية، وحتى النظارات دي بيحطوها كنوع من الفكاهة واكرام الميت. أما الفلوس اللي مرصوصة فوق العظم فدي تبرعات من الناس عشان يجيب لهم الحظ، وبكده بيضمنوا إن مفيش ميت يفضل منسي تحت الأرض. سيبك من اللي تحت الأرض وتعال نطير ونشوف أغرب جهاز. لو انت بقى فاكر ان حلم الطيران لسه بعيد، فالحلم ده دلوقتي بقى حقيقة، ومع اختراع بسيط هتقدر تطير وانت واقف مكانك. واللي هيصدمك بقى ان الجهاز ده اسمه الجيت باك، وبيعتمد على محركات نفاثة قوية جدا، ورغم ان حجمه صغير الا ان الخبراء بيقولوا انه هيكون مستقبل المواصلات في السنين اللي جاية. والمفاجأة ان استخدامه سهل جدا ومش محتاج تدريب طويل، يعني في المستقبل القريب ممكن تلبس شنطتك وتطير بيها على شغلك وتعدي من فوق الزحمة في ثواني. والأغرب من كل ده إن الجهاز يقدر يرفعك لمسافات عالية جدا وبسرعة بتوصل لأكتر من 100 كيلومتر في الساعة. سيبك بقى من الطيران وتعال نشوف الرجل العنكبوت. تعال بقى أوريك الناس اللي بتمشي على الحيطان. أيوة يا سيدي، في ناس دلوقتي بتمشي على الحيط وكأنها الرجل العنكبوت، زي الشخص اللي معانا النهاردة ده، واللي بيقدر يطلع وينزل بإيديه ورجليه وكأنه عنكبوت حقيقي. واللي هيجننك بقى إن الشخص ده صانع محتوى كوري مشهور جدا اسمه هوانج سونج ووك. والموضوع مش مجرد حظ، ده بيعتمد بشكل أساسي على قوة عضلات الجذع عنده والتوافق العضلي العصبي الجبار. ورغم إن حجمه صغير إلا إنه قدر يحول رياضة الباركور لشكل من أشكال الفن. والأغرب من كل ده إنه بيعمل الحركات الصعبة دي بلمسة كوميدية، لدرجة إنه بقى ترند عالمي والناس بقت بتسميه سبايدر مان الكوري الحقيقي. سيبك بقى من الرجل العنكبوت وتعال نشوف الحاجات البسيطة. تعال بقى أوريك حيلة ذكية هتقدر تعمل بيها سور لمزرعتك أو كمان لبيتك بأقل التكاليف، عن طريق شوية خشب أو شوية بوص. هتجيبهم وهتعملهم بالطريقة اللي انت شايفها دي، واحدة جنب واحدة مع العكس طبعا، وهتلقى السور جاهز معاك. السر في قوة السور ده بيعتمد على تقنية هندسية اسمها النسج المتداخل، ودي نفس الفكرة اللي بتستخدم في صناعة السلال والقوارب القديمة. التبادل بين الخشب قدام وورا العوارض بيخلق نوع من الضغط الذاتي اللي بيخلي السور يمسك في بعضه من غير مسمار واحد. وبس كده يا سيدي، خلصنا الحكاية النهاردة. لو عجبتك الرحلة دي ما تنساش تدوس اللايك المتين وتقول لنا رأيك في التعليقات، وأهم حاجة اشترك في القناة عشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.